السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخلين على فترة فيها أحداث كتيرة متتالية بشكل كبير. طبعا مش عايزين ننوه في كل فيديو ونقول إننا بنشتغل دلوقتي على القناة البديلة بعد القناة الكبيرة ما حصل عليها تقييدات. يعني اللايك والشير والكومنت دول مهمين جدا جدا جدا، فضلا وليس أمرا. ايه اخر التطورات؟ اخر التطورات اخيرا حماس بترد بشكل رسمي على اللي عمله ترامب مع نتنياهو. والعرب قالك العرب موافقين، العرب موافقين على اي حاجه. حتى الشعوب العربيه، حتى الشعوب العربيه موافقين باي نهايه، اي نهايه لغزه هم موافقين بيها. انما اللي محدش واخد باله منه ان اراده الله هتفرض على الجميع، حتى الشعوب العربيه وعلى الحكام العربيه وعلى الحكام الاجنبيه. انما ربنا سبحانه وتعالى ينظر كيف يفعل عباده. سنه واتنين وداخلين في التالتة اهو، خلاص كام يوم ويبقى 3 سنين. بينظر ربنا ماذا يفعل الخليفه الذي يعني باهى الملائكه به وقال للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، اني جاعل في الارض خليفه. مين الخليفه؟ شكله ايه؟ صفته ايه؟ نعته ايه؟ بنشوف ناس يعني تتامل بس كده. انت تقعد تتامل في الناس اللي راكبه السفن، اللي هم حاملين ارواحهم على كفوفهم وجايين علشان يكسروا الحصار ويدخلوا اكل للناس. تتامل فيهم كده، تلاقي فيهم المسلمين قليلين، العرب قليلين. علشان كده تقول ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. ده قطر اللي يعني في معانا طرفه. قال لك ترامب بيوقع على امر بحمايه قطر اذا تعرضت فكرني لما قال له اضربك في فيلم محمد هنيدي. قال له انا ما اضربش من بيت، انا ما اضربش ببيتي الا من مراتي. خلاص، اوعى محدش يضربك غيري. لما نحب نضرب احنا اللي هنضرب، ما حدش غريب. لكن لو حد غريب احنا هنحميك، ما تخافش انت في حمايتنا. يعني شوف انت الكوميديا السوداء. قال لك ترامب امر تنفيذي لترامب. امر تنفيذي لترامب اي هجوم مسلح على ارض قطر تهديد لسلامه الولايات المتحده وامنها. انت تخيل، انت متخيل يا مؤمن؟ قالك ايه؟ قالك اي اعتداء على قطر يعد اعتداء على الولايات المتحده. لكن اي اعتداء على قطر من الولايات المتحده يا سيدي مصارين البطن بتتخانق عادي. واخد بالك انت؟ عادي، مفيش حاجه، احنا اخوات. محدش يضربك غيري على ما حدش عارف مصلحتك الا انا. يعني محدش يعرف مصلحتك غيري انا. خلاص، تعالوا نشوف الامر، وبعد كده ان الامر الا لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الاول يعني كواليس الكوميديا السوداء، وبعد كده نشوف ماذا جرى وماذا تطلب حماس من خطة ترامب مع نتنياهو. وقع الرئيس الامريكي امرا تنفيذيا تعهد فيه بضمان امن قطر وسلامة اراضيها، بما في ذلك اتخاذ اجراءات عسكرية اذا تعرضت البلاد لهجوم. وياتي الامر التنفيذي الموقع بتاريخ 29 سبتمبر 2025 وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على الدوحة ويومين على تقديم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتذاره على الهجوم. حلو اعتذاره، دي جميلة وجامدة بصراحة. في اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني. انت فاهم؟ انت واخد بالك ازاي؟ خلاص، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. قال له معلش حقك علينا، ايه المشكله؟ خلاص يعني الدنيا خلاص. ايه اللي حصل؟ ضربنا ولا اتعملنا ولا بتاع؟ احنا ايه يعني؟ مفيش حاجه يعني. ماشي. وبعدين جينا بكره لقينا مثلا السعوديه في حاجه ولا بتاع، ولا مصر في حاجه، ولا المغرب اللي ولعه دلوقتي. بالمناسبه المغرب ولعه، الدنيا ولعه في المغرب.
ولليوم الرابع امبارح على التوالي، والنهارده مش عارفين لسه هيصعدوا ولا هيلموا الموضوع، انما اعتقالات بالجمله ودهس في متظاهرين، وهو نفس الاجهزه نفس الانظمه القمعيه، مفيش جديد مفيش جديد. بس الموضوع يعني ايه، الرهان بيكون على صمود الشعب نفسه، يعني مدى تحمل الشعب. يعني الشعوب الاوروبيه لما حصل معاها اللي حصل معانا، لا، قاوموا واستمروا، وبالتالي النهارده بيفرضوا على حكوماتهم، حتى حكوماتهم دلوقتي بتحاول تفرض عليهم، لا بيتحملوا للنهايه. ليه؟ لانهم كانوا واقفين وقفه كبيره علشان يستقلوا، علشان ما فيش حاجه اسمها حاكم يقعد لي 30 40 سنه وبتاعه وينزل لي الجيش في الشارع ويقتل لي الناس، والدستور بتاعه والقانون بتاعه ويورث عياله ويورث اصحابه وحبايبه والمجتمع والناس. مفيش الكلام ده. فبقى الدول ديمقراطيه النهارده جايبين سفن وجايين خلاص، والحكومات بتاعتهم جايه بالعده والعتاد تقول لهم تعالوا ارجعوا ما تجيبولناش مشاكل. هل في يعني لو كانوا في دول قمعيه كان هيقدروا يجهزوا السفن والمراكب دي ويطلعوا؟ بالتاكيد لا، كانوش هيقدروا يعملوا ولا حاجه. فهل المغرب واخواننا المغاربه هيصمدوا ويقفوا وتكون شرائع؟ ما هو النهارده العرب، الدول العربيه كلها محتاجه شطه كبريت. اذا الشطت خلاص بتسحب في الكل، بتسحب في الكل، خصوصا حالة العجز الكبيرة اللي عند الجميع، اللي المعظم حاسس بيها، مش الكل. لأن النهاردة كشفت المدينة المطبعين وكشفت والدنيا دلوقتي كلها اتكشفت. تعالوا نشوف مع بعض ايه البنود اللي اختلفت عليها. مصدر: حماس تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح. كشف مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأمريكي في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع، اللي هم البندين دول. وقال مسؤول فلسطيني قريب من حماس لفرانس بريس أن الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل. وأشار إلى أن المشاورات مكثفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج ومع الوسطاء، موضحا أن 4 لقاءات عقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين في حضور مسؤولين أتراك. وذكر أن حماس أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار. وكانت قطر أعلنت أن محادثات ستجري الثلاثاء مع الدوحة في الدوحة مع حماس وتركيا ومصر لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي. وتنص خطة دونالد ترامب التي كشف عنها الاثنين ووافق عليها نتنياهو على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، وعلى أن يلي ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين. وتتألف الخطة من 20 بند، منهم أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه، ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. طيب اللي نفهمه بقى من الاعتراضات تمام والتعديلات، إن دلوقتي الحركة موافقة إنها تتفاوض، موافقة إنها تعمل خطة تفاوض، إنما مش موافقة على نزع السلاح ومش موافقة على الخروج. تمام؟ معنى إنها لا ينزع سلاحها ولا تخرج. فيجي بقى ترامب، يجي بلير، ما هم يعني مش أطنان المتفجرات دي كلها عملوها
علشان بعد كده لسه في اكتر من كده؟ مفيش. هو بيقول انا يعني ترامب بيقول ان انا هخلي اسرائيل تعمل اللي ما عملتوش. مفيش حاجه ما عملتهاش، ولا في سلاح انت ما اديتهولهاش. فما فيش جديد. فكونك بتلجأ لانك تحل، خلاص الموضوع مش في ملكة ايدك. مش في ملكة ايدك. مش هنقول لك اقوى منك او قدك او كذا. الموضوع مش في ملكة ايدك. في بعد السنين دي كلها، يعني بنتكلم في سنة واثنين وثلاثة، بنلاقي كمين مش عارف ايه راح فيه قد ايه. خلاص كده كمين ايه 20 واحد ومش وارقام. فالموضوع مش في ملكة ايدك، فعشان كده عايز تحل. الشاهد في الموضوع ان الحرب هتخلص. الحرب هتخلص، وان شاء الله هيطلعوا منتصرين. اهل غزة، اهل غزة هيطلعوا منتصرين وباقل الخسائر، لان كانوا بيحاربوا العالم كله. ها يعني تعد باقل الخسائر، انما تعد فوق مكسب، تعد انتصار. انما مين اللي خسر بقى؟ اللي تشيك عليه يا معلم. قطر دي اللي ومعلش وحقك عليه، وبعدين نبقى نحميك ويا معلش بقى وبتاع. خلاص. فعرفوا دية العرب انتهينا، وقمة وبتاع ونشجب وندين، وخلصت الحدوته. فهتبدأ بقى إسرائيل تنفذ خريطة إسرائيل الكبرى.